ألذ وأسهل الحلويات المغربية اللي يمكن لك تحضري وضروري تكون في الطاولة ديال العيد، غريبة بالكاوكاو اللي كتجي معلكة على حقها وطريقها، كتحضر في واحد الوقت قياسي، اقتصادية، مقاديرها بسيطة جدًا، والأهم أنها ما فيها لا زبدة ولا زيت ولا دقيق. كنحتاجو لها واحد نص كيلو ديال الكاوكاو، أنا غنستعمل هنا غير نص كيلو، نتوما بغيتو تدوبلو المقادير غديرو كيلو، أنا غندير نص كيلو ديال الكاوكاو البلدي. غادي ناخدو ونقيه مزيان ونمسحو بواحد الزويف ونردو للفران يتصهد واحد شوية، واحد حتى ل8 دقايق حتى ل10 دقايق، وكنحيدو ما كيتحمرش غير كيتصهد، كنحيدو باقي داير باقي شوية خضر، ومن بعد كنطحنو في الطحانة الكهربائية ديالي وكنزيدلو واحد كاس ديال السكر وساشي ديال الكاكاو وجوج معالق ديال لا كونفيتور، كنطحنوه ولكن ما كيكونش مطحون مزيان، كيكون مرمل بحال السميدة، كنحيدوه باقي مرمل بحال السميدة، وكنحاول ندخل دوك العناصر مزيان مزيان. كاوكاو ما يسمى بالفول السوداني، اللي ما كيعرفش كاوكاو الفول السوداني. ومن بعد كنضيف له جوج بيضات اللي كيكونوا كبار بحرارة المطبخ وواحد الساشي ديال الخميرة الكيماوية، وكنحاول نجمع هاد المقادير مزيان مزيان، نعركها مزيان بيدي حتى كتنسجم ليا داك البيض مع المكونات كلها. وإلا كان عندكم البيض صغير ولا شي حاجة راه تقدروا تستعملوا جوج بيضات في الأول، والبيضة الثانية كتضيفوا شوية بشوية وانتم كتجمعوا. أما إلا استعملتوا البيض الكبير، أنا جوج بيضات هنا كبار من داك الحجم الكبير شوية، يعني خدا معايا جوج بيضات صافي، وجمعتو مزيان عركتو مزيان مزيان. أنا غادي نعركو مزيان ومن بعد غادي نجمعو، غادي يتجمع، كتكون خفيفة ما كتكونش قاصحة، كتجمع في اليد. هانتوما غتشوفوا القوام ديالها كيفاش داير، هانتوما تشوفوا يدي راه مازال ما غسلتش يدي، ملي غادي نغسل يدي غادي تبدا تكور عادي، كتكون معلكة. وغنحتاجو لها السكر كلاصي سبيسيال، هاد النوع هذا اللي كنستعمل سبيسيال، من الأحسن يكون سكر كلاصي سبيسيال، لأن السكر الآخر غيتحرق ليكم في الفرن، ضروري من هاد السكر كلاصي. كندهن يدي بشوية ديال المزهر، كنستعن بشوية د المزهر وكنكور الكويرات ديالي وكنديرهم في سكر كلاصي. هانتوما كتشوفوا الطريقة، الحجم ديال الكرات تقدروا تكوروا ما بين 18 غرام حتى ل 20 غرام، كيكونوا الحجم المتوسط، ماشي صغار وماشي كبار، غريبة اللي كتكون متوسطة وزوينة. وكنبقى نكور فيهم هكا ونغرقهم في داك السكر كلاصي، وملي كنشوف يدي كيلصق ولا شي حاجة كنحاول ندهن بداك مزهر يدي، وكنفندهم مزيان في السكر، كيهزو داك السكر مزيان، وكنحاول نضغط عليهم غير شوية سوا بيدي سوا بالمعلقة بأي حاجة. المهم أنكم ما كتضغطوش عليهم بزاف لأنهم كيسيحوا في الفران، ضغطوا غير واحد شوية بالأصبع ولا بمعلقة، غير كتهبطوا واحد شوية صافي. أما لا ضغطتوا عليها بزاف راه في الفران كيعاود يسيح وكتولي سايحة لكم في الفران، ما كتشدش ديك لا فورم ديالها. وكنستمر بهاد الطريقة هادي وانا كنحيد من السكر وكنستف في لاطا اللي غادي تدخل الفران. الفران كيكون سخون في الاول على 200 درجة، سخنته مزيان مزيان. ملي غادي ندخل الغريبة غادي نهبط العافية ل 180 درجة، وغادي ندير العافية غير من الفوق، غتكون غير من الفوق باش كتشقق ديك الغريبة. كندير لها النار من الفوق وكنخليها واحد 8 دقائق حتى ل 10 دقائق، ما كتفوتهاش. من بعد ملي كنشوفها تشققات مزيان كنهبطها واحد 2 دقائق للتحت، كنشعلها من التحت واحد 2 دقائق صافي وكنحيدها. ما كتاخدش الوقت نهائيا، دغيا دغيا كتوقف وحدها دغيا كطيب، وكتولي بهذا الشكل هذا. في الاول ملي كتحيدوها راه كتكون خفيفه وجاريه، ما تقيسوهاش حتى كتبرد تماما، ما تقيسوش فيها. ملي كتبرد كتولي على هذا الشكل هذا، كتجي مشققه، كتجي معلكه وسهله في التحضير، دغيا دغيا كتحضر، ما كتطلبش مكونات كثيره، والوقت ديالها وقت قصير، دغيا دغيا، ولا بد منها في العيد. وما تنساونيش الى عجبكم هذا الفيديو من اشتراك وتعليق وجيم وبارطاج، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.